السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفندق اللي دابقة فيها في الموصل، فندق بارون، جميل جدا وأسعاره مناسبة وناسه طيبين، وأي شيء تطلب رأسا على السريع ينفذون. عندهم فطور صباحي وعندهم غسل ملابس، أسعار مناسبة، تبريد، كل شيء كامل مكمل. وطبعا اللي حلو بيه الطابق السادس اللي هو هناك، شوف الجامع الأسود، هذا طبعا بيه مطعم وتشوف مقابله في نهر دجلة، شيء مرتب. راح اصوركم اياه جوا. زين، يلا السلام عليكم. هسه نشوف هسه حندخل الفندق. الله، السلام عليكم. صورت هسه، دا اصور الفيديو هسه الفندق ان شاء الله، بس المفتاح خلي يصعد الريستورانت. اي شكرا يا اخويا. هذا الريسبشن هنا والخان الاستقبال. هاي المصعد، اكو هنا تواليت. وهذا اني. السلام عليكم. اطلع الطابق السادس اللي هو بيه مطعم وكافيتيريا. هذا جنينة، هذا هو الكافيتيريا. السلام عليكم ورحمة الله. هنا الفطور الصباحي، وهذا هنا وتقعد هنا وتاكل، شيء جميل جدا. هذا نهر دجلة، وهذا الكافيتيريا هو الريستورانت همينه. والصبح الفطور عندهم من 7 إلى 10 صباحا. عندك الفطور بوفيه مفتوح، وبعدين يصير كافيتيريا تقدر تشرب قهوة، عصاير، عادي ماكو أي مشكلة. شيء جميل جدا وأسعار مناسبة. هسه ننزل بالدرج، اروح غرفتي اشوفكم غرفة ايضا. يعني الغرفة اللي مأجرها التوب ينحسب. ليش؟ لانه بيها بالكون وكبيرة. الصغير ما يعجبني، ونشوف عن نهر دجلة ولله الحمد. بس اسعار هم يعني مناسبة، يعني الحمد لله. هسه هذا ندخل، هذا مشترى. هذا التواليت والدوش. نسد الباب. وهاي الغرفة والتلفزيون. هاي الثلاجة. هسه اطلع برا. هذا البالكون. وهذا عندك الكرسي هنا تقدر تتشمس، تريد تقعد تشوف. هذا هو نهر دجلة. هذا نهر الجسر، كنا هناك قبل شوية. هذا الجسر اللي انا ما اعرف شو اسمه. اللي يعرف خليه يسوي له بالكومنت، يكتب لي اياه.
لأن أنا غريب عن الموصل، أهل الموصل يعرفون. وحسب ما سمعت هذاك المحافظة ولا مجلس المحافظة، عمارة كبيرة، بناية كبيرة ما شاء الله. وهذا على أساس حيسوي ريستورانت حيصير قالوا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.